السلام عليكم ورحمة الله، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بما إني باحب الغريبة جدًا، الغريبة الناعمة أوي دي، فالحمد لله إن أنا لقيت طريقة صحية لعمل الغريبة. أنا من النوع اللي بيتقبل طعم السمسم وطعم الطحينة، فالغريبة ديّة فيها بديل للمادة الدهنية الطحينة. قد إيه بقى؟ شوفي الطبق ده فيه تقريبًا كل المكونات، هي 4 مكونات. الطحينة تلت كوباية وتلت كوباية دقيق أسمر وباكوين سكر دايت اللي هما يساووا 4 معالق يعني. وهنجيب الزيت، هضيف بس معلقة زيت كبيرة. هعجن لحد ما العجينة تلم معايا، بس مش هعجن كتير عشان ما تفرولش مني، العجينة بتكون بتلزق بسيط. وهبتدي أشكل زي ما انتي عارفة شكل الغريبة بقى. وهيكون الفرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180. هتقعد حوالي ربع ساعة أو تلت ساعة، وهتخرج معانا بالمنظر الجميل دوت. هي غريبة ناعمة جدا وجميلة، وتنافس فعلا اللي معمولة بالدقيق الأبيض العادي. المقادير اللي معانا عملت الصينية الصغيرة ديت اللي تقدري لو كنتي بتسوي حاجة تاني في الفرن تدخلي جنبها الغريبة بتاعتك تسوي جنبها. عشان تحسي بجمال طعمها استني عليها بقى لحد ما تبرد ودوقي براحتك. السمسم رغم ارتفاع سعراته الحرارية إلا إنه هو مشبع جدا، فانتي مش هتقدري تاكلي إلا واحدة أو واحدتين مع كوباية الشاي. السمسم دوت بقى منجم معادن، يعني بيحتوي على الحديد والكالسيوم والأوميجا 3 والأوميجا 6 والزنك ومضادات أكسدة. وكمان بيقوي المناعة ضد الفيروسات وضد البكتيريا، وبيساعد على الإحساس بالشبع. يعني مناسب للدايت رغم إن هو عالي السعرات الحرارية.